بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد صباحكم جميعا متابعينا مشاهدينا معلقينا. اهلا وسهلا بكل متابعي تلفزيون المدينه عبر منصات التلفزيون التفاعلي ومنصات السوشيال ميديا المختلفه. انا معاكم اليوم انا وزميلاتي في برنامجكم وجولتكم الصباحيه عبكير. عبكير البرنامج القديم المتجدد اللي بيجيكم من الاحد حتى الخميس، جولات ميدانيه في مدينه نابلس، في طول كرم، وقبل ايام في رام الله، وان شاء الله في محافظات اخرى. بنحب من خلال برنامجنا نصبح عليكم إن كنتم في نابلس في المدينة أو في مخيمات نابلس وقراها، وبنحب نصبح على كل المدن في جناح الوطن الشمالي، مدن الضفة الغربية مخيماتها وقراها أيضا. ودائما نصبح في البداية وفي النهاية على أهلنا وأحبابنا في جناح الوطن الجنوبي، قطاع غزة العزيز. ربنا يحفظ أرضكم وسماءكم، كباركم وصغاركم، رجالكم ونسائكم، يحفظ معك في كل غزة. ودائما في القلب وفي الحديث وفي البرنامج القدس وللقدس سلام من تلفزيون المدينة. وأهلا وسهلا في كل المتابعين والمعلقين اللي سعيدين جدا في صداقتهم الدائمة وتعليقاتهم الجميلة وكلماتهم الرائعة. برنامجنا كالمعتاد برعاية جوال الشبكة الأولى في فلسطين ومتجر موكا في عتيل، وأيضا معرض مفروشات أبو صلاح. نتمنى عليكم تدخلوا على صفحتهم تشوفوا عروضهم المميزة ومفروشاتهم الفخمة. اليوم راح ننطلق أيضا من وسط مدينة نابلس في حديث كثير حول انقطاع الوقود المحروقات. نتأكد نشوف في أكثر من محطة وقود في منطقة الدوار، راح نمر من عندهم نشوفهم ونتأكد نقول لكم هذه المعلومة. يسعد صباحكم مرة ثانية، ومرحب بتعليقاتكم وأي مواضيع بتحبوا تطرحوها ونطرحها من خلال تلفزيون المدينة، هذا من دواعي سرورنا. تحياتي لكم، أنا نبيل شاهين وفريق العمل رغد إسماعيل وإنعام جابر. تفضلوا معنا على الجولة منذ الصباح، والحديث يدور حول انقطاع المحروقات. يعني هذه الأزمة متكررة دائمة، مش دائمة، متكررة، تحصل دائما في نابلس، خصوصا في فترة بعد الفترة الماضية، بعد بداية حرب إيران مع الولايات المتحدة، والمشاكل والحصار والإغلاقات على المضائق، خصوصا مضيق هرمز. لكن بدنا نشوف هل هي فعلا بأسباب عالمية دولية ولا شغلات محلية، لأنه كثير كانت تحصل بسبب تحويلات مقاصة، تحويلات مسار لهيئة الطاقة والبترول. هلا احنا بنمرق ان شاء الله من عند المحطات الموجوده في وسط المدينه، محطات الوقود، وبنشوف لكم اذا كان في موجود وقود ولا لا. صباح الخير لكل المتابعين المشاهدين المعلقين، الاصدقاء الدائمين والاصدقاء الجدد. صباح الخير لابو عبد الله نادر ابو عبد الله، وصباح الخير للمعلقه الدائمه والصديقه الوفيه للبرنامج عبير علي بركات. بتقول صحبة الطيبين كنز لا يقدرها إلا الطيبون أمثالهم. صباح الخير يا عبير. صحبة الطيبين كنز لا يقدرها إلا الطيبون أمثالهم. الله يسعد صباحك. بتقول كمان استقبل الصباح بحب لأن الحياة تبتسم لمن يبتسم لها. أنا وفريق العمل مبتسمين، بدنا نشوف اليوم كيف بده يكون الحياة، هل ستبتسم أم ستكشر عن أنيابها. ايضا صباح الخير لكل المعلقين. وسام ابو حطب، صباح الخير. ما في اخبار جديده عن تحسن الاوضاع؟ ان شاء الله املنا في الله كبير، ان شاء الله كل الاوضاع تتحسن في مدينتنا ومحافظتنا ومحافظات الضفه ومحافظات الوطن كلياته، في فلسطين كلها، من النهر الى البحر ومن راس الناقوره حتى بير السبع. مهند تعال نسالك الشغله. صباح الخير. صباح الخير. اسلم دينك ايمانك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا نبيل. مهند، هيك بدي اسالك شغله. سمعت انه في معيقات على نقل المنتجات الغذائيه والالبان او الاجبان من هون للاردن، وانا بعرف انه لك خبره بالموضوع. والله عم بتلف. شو المعلومات اللي عندك؟ والله بتلفوها الاردن، مش عارف ليش. عفوا نوضح شو اللي بتلفوه. بتلفوا الجبنه بتلفوها. بكبوها، ما بيخلوا حدا يطلع معاه نصاص جبنه اي شيء. يعني لو حتى كميه بسيطه نصيه شغله زي اي شيء مواد غذائيه بتلفوها.
ممنوع ممنوع قطعيا. غير الجبنه شو في كمان؟ في شغلات تانية ممنوعة. لا قصدي جديد سمعنا عن المنتجات الغذائيه، يعني فرضا الزيت مسموح. انت بتقول الجبنه، متاكد من معلومه الجبنه؟ الجبنة يا زلمة اتلفوا ناس كتير. ناس كتير حتى المكاتب نفسهم بيعرفوا انه الجبنة ممنوعة. من الاول كانت مسموحه عادي؟ مسموحة كانت. ابصر شو اللي غير على الوضع حتى يمنعوها. طيب والزيت عفوا مسموح انه الواحد؟ الزيت مسموح له 5 تنكات الواحد، بس لازم يكون يسجل عندهم اول اشي، ما يكونش حامل اول مرة، لمرة واحدة فقط لا غير. اما قصة الجبنة هاي جديدة ما كانت من الاول؟ لا ما كانت، هي من 26/4 بلشوا الاجراءات تاعتها. ما حدا بيعرف ليش. كيف صحتك سيدي؟ الله يعطيك العافية، يسعد صباحك وشكرا على المعلومة. الله يعطيك العافية، يسلم دينك وإيمانك. الله يرضى عليك. أخونا مهند الشحروري، مهند من الناس اللي بتسافروا يومي أو أسبوعي، فعنده هاي المعلومة يمكن تكون خارجة عن سياق موضوع برنامجنا، لكن حبيت أوصلكم إياها. نقدر نقول من شاهد عيان إنه الناس اللي بتسافر على الأردن بتاخذ معها منتجات ألبان، بقول إنه كانت من أول مسموحة لكميات يعني بسيطة، نصية أو تنكة، هلا بقول ممنوع. وهو بقول إنه شاف هذا الإشي بعينه، إنه يمنعوا إدخال خصوصا الأجبان. فحبينا نقول لكم هالمعلومة، يمكن حدا يكون حابب، إنه هذا موسم خزين جبنة وهيك، يمكن حدا ياخذ معاه فيتغلب أو يروح عليه. نكمل معاكم التعليقات قبل ما نقطع اتجاه محطات الوقود. بس نتأمل يسعد صباحكم يا رب ويفتحها علينا وعليكم. يسعد صباحك يا بسمته أمل. نادر أبو عبد الله، صباح الخير أبو عبد الله عتيل. يسعد صباح الخير عمي، الله يعطيك العافية، الله يرضى عليك ويحفظك. لا زلنا في جولتنا الصباحية في برنامجكم اليومي عبكير من وسط المدينة. طقس اليوم في ارتفاع، وحسب ما قال صديقنا وزميلنا أيمن المصري بودع، بقول ودعوا الشتوية ضبوا السجاد وخلص. يعني بقول اليومين القادمين راح يرتفع درجة الحرارة وقد تتجاوز حاجز 30. يعني بدها تخلص 29 وتدخل على موضوع 30. حاجات أمل وفريدة موسى بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه. اخوتنا المتابعين، زي ما كنا نحكي قبل شوي عن محطات الوقود، هذه محطة وقود مركزية في مدينة نابلس اللي محطة الشكا حاليا مغلقة كليا، لا يوجد زي ما هنا كاتبين لا يوجد بنزين، وطبعا كل الأقسام مغلقة في المحطة. نستنتج انه ايضا لا يوجد ديزل. ايضا معنا التعليقات الجميلة اللطيفة. هاتت نحكي مع الزلمة هنا المحترم. صباح الخير يا عمي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا هنا عطور. اي نعم. يعني عطور الواحد بيستفيد من محل العطور حتى لو ما اشتراش. نعم. بشوف الوجه الطيب وبشم الراحة الطيبة. اي نعم، وبنعطره كمان. تسلم. احنا كنا نحكي عن محطات الوقود، امبارح كانت فاتحة المحطة ولا مسكرة كمان؟ لا والله كانت مسكرة، فيش وقود، لا بنزين ولا لا سولار؟ بنزين ولا سولار ولا كاز. انت لانك جارهم فاكيد انتبهت. بس امبارح ولا برضه كان قبل الايام؟ واول امبارح كانت برضه. يعني اليوم الثالث؟ اليوم الثالث هيك انا بعرف، لانه لحد ما كنت انا مداوم هون كانوا مسكرين برضه. الله يرزق الجميع ان شاء الله. الله بيجيب الله يبعث لهم هيك تنك خليهم يستفيدوا التانيين الجماعه. هي المشكله الازمه او الانقطاع بكون مش بس على هاي المحطه، هلا احنا رايحين نشوف يمكن يكون في كل المحطات. منيح مزبوط، بس المحطات كلها كم من عائله عايشه من وراها برضه. عندك هنا عمال كتير، والكازيات الثانيه برضه عمال وراهم اطفال وراهم عيال برضه، الثانيين بدهم يشتغلوا واصحابين العمل. يعني قد ما بده يدفع قد ما بده يدفع، يعني للعشره اللي عنده بالنسبه للعمال بيقدرش يقطع عليهم، بده يعطيهم. هو الثاني برضه الثاني بده يستفيد. ليش فاتح محطه قد البلد وضرائب وجمارك وعمال ومحاسبين
الثاني بده يشتغل. بعين الله يا طيب. بعين الله، والله يرزق الجميع. بس الحلو بالمحطة هون بدل ما يجي الواحد يشم ريحة بنزين وسولار من حواليك بشم هالرائحة الطيبة. هات تحكي لنا عنها اللي عندك يلا. حياك الله. هذا ايش؟ هذه سكريبشر. ايوه. هذه ريحتها حلوة وطيبة ومفرحة. وهاي يا سيدي العزيز، هي استفدنا. لا بدي اخليك تستفيد. لا يا سيدي العزيز، بالنسبة للعطور هاي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب والنساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرض عليكم الطيب فلا ترفضه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يتطيب أي يتعطر. كانت ريحته ريحة المسك، والمسك من أفضل العطور القوية. حتى الآن المسك يعني عالميا، مش بس عندنا العرب عطور مميز عالميا، ولا بس احنا العرب اللي بنعرف له؟ لا، في شوف أنا والله ما طلعت برا، بس بالنسبة للعرب اللي عندنا اللي هون في ناس كتير بتحب المسك. في عندك مسك أبيض، مسك أحمر، شايف؟ في مسك أبيض، في مسك الطهارة. هو اللون بيختلف الريحة؟ إيه طبعا بتختلف. في عندك زي هيك مثلا، عندنا زي هيك مثلا، هذا مسك فانيلا. هذا مسك فانيلا. عندك زي هيك مسك وبطعم بريحة الفانيلا؟ اي نعم. هيك مسك الطهارة، ريحته حلوة وطيبة. خلص كفاها الله. لا شم هذه، انا بعطرك اشي. احنا هلا رايحين نعطس طول النهار. مسك كاندي، هذا بيقولوا له مسك كاندي. يعني افهم منك انه المسك نفسه اكثر من نوع عندك. مسك فراولة، اسف، هذا الاولاني مسك فراولة، هذا المسك الكاندي، هذا المسك الكاندي. كاندي اي نعم. في عندي مسك ابيض، في عندي مسك اسود، في مسك احمر، في عود الاماراتي برضه نفس الاشي. الله يسعد صباحك. اخذنا هيك بدل ما ناخذ جوله بالمحطات اخذنا جوله بالعطور وعرفنا الناس عليهم. فيكم احنا على الدوار طبعا جنب كازية الشكعة وقهوة لبنان، واي واحد بمر منهم بده يتطيب بده يتعطر احنا مستعدين. الله يسعد صباحك. يا اهلا بك. يعطيك العافيه. خلص انا هيك يستمد هيك، رد علي. انا هلا بصير اعطس على الهواء، يستمد هيك. ماشي كل الاحترام، الله يعطيك العافيه. احنا لو طص علينا هلا طستين انا بكملش البرنامج. الحساسه بتشتغل فيسلموا ايديه. بنكمل معاكم الحلقه بدون عطس احسن. بلال عبد الوهاب رشاد، يسعد صباحكم، صباح الاهل والاحباب في نابلس. الله يفرجها ويزيح الهم والغم عن الجميع. بلال عبد الوهاب رشاد، يسعد صباحك يا بلال. ايضا ميرا رغد بتصبح عليكم وعلى المستمعين والمتابعين. حكي ليش ما ننزل السعر كلها عم زيت. وسيد بالله تعيد ارسال الرساله مش واضحه بالنسبه لي. سؤال ليش ما نزل السعر، قصدك عن سعر ايش؟ بينك على رد، ابعت الرساله وانا بقراها ان شاء الله. هو برضه في تعليق اخر، في ناس تشتغل بتقبض راتب كل شهريتها. الله يكون في عون الناس. ابو محمد القصص، تحياتي يا ابو محمد. ابو محمد صديق دائم للبرنامج، نصبح عليكم وعلى احبابه جميعا. محروس الصانع ايضا، يسعد صباحك يا محروس. زي ما كنا بالبدايه، زي ما حكينا بالبدايه عن ازمه انقطاع الوقود، مررنا على محطه الشكعة اللي بوسط الدوار. هلا بدنا نشوف المحطة الثانية اللي برضه مقابل المستشفى الوطني، اللي هي محطة طاهر المصري، لكن ايضا كما يبدو انها مغلقة ايضا. بدي اشوف جزء منها مغلق ولا كلها مغلقة، واذا عرفنا نحكي مع حدا فيها يكون افضل. لا شكله ما فيش ديزل يا شباب. انت عفوا على السيارة تشتغل؟ انت بتشتغل على السيارة؟ لا ساعات. الله يعطيكم العافية. بس انتوا هون يعني من الصبح مشي هنا؟ ايه من الصبح مسكرين؟ مسكرين من امبارح. من امبارح؟
واوله كان فيه ولا ما؟ فيش، مرات بنزين بكون، مرات بكونش، مرات سولار، مرات بدنا نتعود نتاقلم. فيش الا نابلس هيك. والله انا بسمع انه لا برضه في مدن ثانيه. لا مش زي نابلس، بتحس وكانهم جعانين الناس سولار وبنزين. هلا كانوا يقولوا على اول الشهر ارتفعت فالناس سحبت الكميه، بس احنا صرنا 6 الشهر. الوضع طبيعي، بس نعرف ايش مقطوعات البنزين والسولار، يعني بتشل حركه البلد فوق ما هي مشلوله نابلس ومعدوم ومسكر واغلاقات وهذا، الا انه برضه فيش لا سولار ولا بنزين. شيء اساسي للسيارات وحركه الناس بالذات العمومي يعني، وحركه الناس والموظفين كيف بده يطلع الموظف اذا فيش عمومي؟ ما هي الناس كلها بتعتمد على حركه السير والسيارات العمومي. نفوت نشوف بلكي لقينا حدا من الموظفين نساله، راح يوصل اليوم. يعطيك العافيه ويسعد صباحك. ان في حدا فيهم بنساله وبنشوف. ام حمزه ايضا بتصبح عليكم وعلى المتابعين، وعبد الله صانع ايضا، حسين صبحي ابو نضال، يسعد صباحكم جميعا. ابو عبد الله الصايغ، احوال محطات نابلس صباح اليوم، حاطط قائمه اللي حابب يرجع لها يتبعها. هون كاتب كازيه التميمي عند المحكمه مغلقه، كازيه شارع فيصل مغلقه، المصر شارع فيصل مغلقه. اوف والله كلياتهم مغلقين يا عبد الله صانع، فليش اقراهم كلياتهم؟ شكلهم كلياتهم مغلقين. نكمل معاكم باقي التعليقات. عندنا تعليق جميل من عصيرة الشمالية، ثروت صابر ايضا، يسعد صباحكم من عصيرة الشمالية. ومؤيد جود الله الصديق الدائم للبرنامج ولا كل البرامج، مؤيد جود الله بصبح عليكم وبقول عظم الله اجركم. تسلم يا مؤيد، الله يرضى عليك، تعيش يا طيب. ايضا معنا احمد الحجوب بصبح على كل المتابعين. ايمن سرحان من الاردن، تحياتي لك اخي ايمن ولاهلنا في الاردن. أسيد بقول البنزين بيطلع سعره والغاز بيطلع سعره، ما عدا أجرة العامل ما بتطلع. ليش؟ يعني سؤال استفهامي يحتاج إلى كذا إشارة استفهام وسؤال حولها. حسين صبح أبو نضال بقول ضبينا السجاد من شهر اتخوزقنا. سلامتك يا حسين. لا بس الاستاذ ايمن بقول خلص ودعوا الشتاء فقد انقضى اوانه. ابو عزمي مرعي بصبح عليكم، صبح عليكم جميعا. ابير مبروك، صباح الخير، ربنا يفرجها عن اسرانا واسيراتنا. الله يسعد صباحك يا عبير، مبروك. بتناقش بس نتامل موضوع ارتفاع اسعار جارة الغاز، بتقول انه ثبتوه على سعر 85 شيكل. والله امبارح انا اخذته ب 95، اما خلص ملاحظتك يا بس نتامل نتحولها انا اللي اشتريت اللي اخذت منه الجاره امبارح، اما صدقا دفعت 95. سيد بقول بالنسبه للغاز لازم نرجع للسعر العادي 70 شيكل. هو شوف يا سيد، الغاز حاليا بخف الطلب على انه بصير اقل من النص، فبالعاده ممكن هذا ممكن هذه المره انه السعر ينزل، ممكن لانه مع قدوم الصيف بخف الطلب كثير على الغاز، فممكن الاسعار تنخفض ان شاء الله. جبريل جوهري بيقول البلد ازمه، لا رواتب، لا تعليم، لا صحه، لا يوجد متسع للمرضى ولكن يوجد متسع الماراثون مختلط، ويوجد متسع للانتخابات من اجل كرسي اعرج، ويوجد متسع للسفريات واحتفالات وسيارات ونثريات. اخ جبريل كان الله بالعون يا جبريل. يعني انا بالنسبه لي لا تعليق، اما الازمات تتفاقم وكانها هي هيك سياسه. بديش احط كل شيء على الاحتلال، بس الاحتلال بيتبعها انه نضلنا عايشين من ازمه لازمه، نخرج من ازمه ونعمل كل مجهوداتنا لا ما نواجه ازمه ثانيه، عملنا ازمه ثانيه،
أتوقع أن سياسة متبعة من قبل الاحتلال، والاحتلال في كل العالم. نجاة أم رنيم، صباح الخير للجميع من بيت فوريك. لسه صباحنا صباح أهلنا بيت فوريك الصامدين اللي طول السنوات الماضية كانوا يعانوا ولا زالوا من الحاجز المقيت على مدخل بيت فوريك وبيت دجن. بس نتأمل الله يهدي بالك. بتقول وصلت الريحة الطيبة للبيت والمحلات رائعة. بتقول بالنسبة لبائع العطور اللي وقف معنا، بتقول وصلت الريحة للبيت والمحلات المحيطة. الله يسعد صباحك يا بسمة وأمل. أيضا معنا بالتعليقات الجميلة: الوجوه كثيرة والقلوب الصادقة نادرة، أكثر الناس مجرد دروس لا أوطان. يسعد صباحك يا عبير. نعيد كلامها. تعال نحكي معك، تعال، كيف حالك؟ اطلع تشعبط، اطلع. هيا ما راحتش. خليك. صباح الخير. صباح الخير. احكي معي. شو اسمك انت؟ ميل. شو اسمك؟ ميل. من وين انت؟ لابلس. كيف حالك؟ ميل. طب قول باي للناس اللي بتشوفك على التلفزيون. قول لهم باي. قول لهم هيك. يلا على السلامة يا أمير اسمه؟ يلا صباح الخير. سمير. بس صباحك يا سمير. حابب شافنا، حابب يطلع معنا، والتلفزيون مدينة تلفزيون كل الناس، احنا حبينا برضه نطلع معه. خالد حموضة بصبح عليكم وعلى جميع المتابعين والمستمعين الكرام. نكمل معكم الجولة. أحمد العكي أبو كريم أيضا بسلم على كل المتابعين. إذا في معنا حدا من المعلقين من خارج نابلس وبتعامل أو عنده سيارة وبيعرف إذا كان في بمنطقته انقطاع ولا توفر للوقود، يا ريت يحطنا بالصورة. لأنه بعض الناس تقول الانقطاع بس هون في نابلس، والناس بتقول لا في كل المحافظات. فيا ريت هيك من مبدأ إنه الجميع يستفيد من بعض. إذا في حدا من محافظات أخرى أو منطقة أخرى، قرى محيطة بالمحافظة، بيعرف إنه إذا في انقطاع فعلا في الوقود، يحطنا بالصورة ويخبرنا. حاتم البيتاوي، يسعد صباحك يا أستاذ حاتم، وصباح كل أهلك وأحبابك. نادر أبو عبد الله أيضا معنا بالتعليقات. نضال السخل، تحياتي لكم جميعا. هذه الجولة وهذا اليوم نسأل الله يكون يوم خير وبركة، يوم فضل، يوم جميل علينا وعليكم، على كل أبناء شعبنا وعلى كل أحرار العالم. هذه التحيات منقولها لكم من وسط نابلس، من شارع حطين. بنصبح من خلالكم ومعكم على كل الناس في المنطقة، كل اللي بيشوفونا، كل المحلات، كل الزوار اللي بيجوا على المدينة، على المحافظة، كل الناس النازلة على أرزاقها، على أعمالها. ونازل تقول يا الله. دائما احنا وياكم بنقول يا الله في كل الأحوال. ودائما ملاحظتي اللي بحب أحكيها وأذكر فيها وأكررها: احنا بنحب نكون صوتكم وعينكم الثالثة على البلد. فإن كان في حدا حابب يطرح موضوع معين، مشكلة معينة، قضية معينة، تكون قضية عامة، هذا من دواعي صورنا. صباح الخير عمي، الله يعطيك العافية. أم قصي صلاحات بتصبح عليكم أيضا من طلوزة. صباح الخير يا أم قصي. وليد الخليلي بيقول عندنا بجنين موجود. هذا جوابه على المحروقات. بديش يا وليد هلا أهل نابلس تسمع إنه بجنين موجود يهجموا، يعملوا هجوم على جنين، يعملوا لكم أزمة. مؤيد بيقول لا تزرع الشوك في أرضك، بل ربما يوم من الأيام تجبر أن تدخلها حافي القدمين. يا سلام على مؤيد وجمله وعباراته المعبرة. لك لا تزرع الشوك في أرضك، ربما يوم من الأيام تجبر أن تدخلها. شوفي تعال شوفي شو هذا إيش يا جماعة؟
اسمه عنبر. صباح الخير. بتعرف انا اول مره بشوفه. هلا هذا حامله مقدور عليه بس هذا مش عارفه. تفاح. تفاح صغير بس هو اسمه عنبر. بنعمل عنبر منه واللي بحبوا باكلوا منه في حامض. لا ما احنا مش مهم الاسم. يسعد صباح صديقنا واخونا محل مش مهم الاسم للمنتجات الريفيه. الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحكم. تحياتي لك يا جار. فعلا هذا بقول له تفاح زي بقول لي عنبر، فانا اختلطت الامور عندي. هو عنبر ولا هو تفاح؟ بس شكله غريب. قبل ما نختم معاكم نشوف التعليقات. ان احداها سقطت سهوا نرجع لها. من ابو محمد القصص: صباح الخير والياسمين الفل والياسمين للجميع، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظك يا ابو محمد. على الخان يا رغد، يمكن فتح هلا الخان. مؤيد بيسأل وسؤاله عن ما هي إنجازات المجلس البلدي الجديد؟ هل سنشهد تغيرات في البلد؟ مؤيد لسه ما قالوا شيء. هادي طول بالك، بس سؤال منطقي وواقعي. هاي زي ما انتم شايفين هاي نزل البطيخ. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ سعد صباحك. هذا بطيخ من انهي بلاد هو؟ بيسان. كيف احمر صار ولا لسه؟ احمر وحلو. انت جربت؟ بس لسه ما هو مش هلا موسمه، هو لسه على الصيف يا عمي. الشتاء متأخر. بكم البطيخة؟ 10. اي وحدة؟ اي واحد. كيف نفحصها هاي؟ بلا بيزن. شوفوا لي الصوت كيف. الله يسعد صباحك ويصبر عنك. طبعا انا طبلت عليهم، ما بعرف شو النتيجه، هي ايجابيه ولا سلبيه. اللي سمع الطبله ممكن هو يستنتج. بس فعلا البطيخ انا بعرف مش هلا موسمه، في كثير بطيخ هيك بيجي حجمه صغير في البلد، شوي شوي بنزل بطيخ. تمام. الله يسعد صباحك يا طيب. فنرجع لتعليقهم. كان مؤيد بيحكي عن البلديه والمجلس الجديد، نقول له طول بالك يا مؤيد، خذ نفس. صباح الخير يا شباب. كمان معانا محمد ناصر عجعج بقول تحياتي لكم. يسعد صباحك يا محمد ناصر عجعج. عبير بتقول: لا تعني أرقام أعمارنا شيئا، نحن نكبر ونصغر حسب الظروف، أطفال مع من نحب، شباب مع من ألفناهم، عجائز إذا ضاقت بنا الدنيا. يا الله، شو هالعبارة الجميلة يا أخت عبير. بس نتأمل بتقول: هذا كانوا يسموه تفاح صغير شكله ترقى هالأيام. هل اسمه عنبر؟ أنا ما بعرف إنه اسمه عنبر، أما هو قال اسمه عنبر نقول له توكل على الله. ايضا معنا صباح الخير من شركه دكتور بايك شارع عصيره، عروض كبيره على البسكليتات. تحياتنا لشركه دكتور بايك اللي فتحت ابوابها جديدا على دوار عصيره شارع عصيره. شركه مميزه للدراجات الكهربائيه والسكوترات. حسب التعليق عروض كبيره على البسكليتات. والله انا افكر اجي اخذ لي بسكليت، نشوف لنا عرض هيك مرتب من عندكم. يسعد صباحكم جميعا. والبسكليتات هذه يعني فكرتها منيحة إيجابية رغم مخاطرها. الناس تقول المخاطر، من المخاطر موجودة في السيارات وبالمشي في البسكليتات العادية، لكن البسكليتات هاي الكهربائية لها فوائد كثير، منها التوفير، منها السعر المنخفض، هي سعرها نفسها مقارنة بسيارة أو موتور. فأنا عن نفسي بشجعها، مش بشجع البسكليتات العادية، أنا الرياضية أكثر، بس برضه الكهربائية أثبتت نجاحتها ونجاعتها في هذا الزمان وفي ظل انقطاعات متكررة للوقود. محمد ناصر عجاج رائد الصروان، كلكم صباح الخير. حسام عواودة، يسعد صباحك يا
حسام معنا لتر سولار بالتنك ولا $100 بالبنك. عبارة جميلة من هند، من هند حبروم، تقول لتر سولار بالتنك ولا $100 بالبنك. ولدي لو كانوا الاثنين بكون احسن. وصباح الخير لكل التجار بدخلة كراج طول كرم، لدار شرف حبايبنا الله يعطيهم العافية، ولكل الإخوة اللي فاتحين قايلين يا الله ربنا يفتح عليهم ويرزقهم، يوسع عليهم، ييسر أمرهم. ما زلنا معكم في هذه الجولة الصباحية أعزائي متابعينا ومشاهدينا عبر شاشات تلفزيون المدينة المختلفة وتلفزيونها التفاعلي ومنصات السوشيال ميديا. نكون معكم من الأحد حتى الخميس لنضعكم في قلب المدينة ونطلعكم على أحوالها، على سلاماتها، على ناس الطيبين، تشوفوا أحبابكم، تشوفوا شوارعكم، تشوفوا ذكرياتكم في المدينة وفي باقي المدن الفلسطينية. صباح الخير. يسعد صباحك الشاهين. يا جماعة إعلان غير مدفوع الثمن. 10 ب10 جرابات. 10 يا عمي جرابات عند أبو عزيز. العنوان 30 سنة باب دخلة طول كريم، اللي بيلبس مني جراب يعني اشي اصلي، بعدين ماكل صحي بتلبسيه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وثمانية بعد سنة وسنتين وثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين. الله يعطيك العافية، الله يسعد صباحك، الله يقويك. أهلا وسهلا. خلينا يا خوف يجي حد هلا يقصها. يا الله يسعد صباحه أخونا العزيز نضال الخراز ويفتح عليه وعلى كل الناس، على كل البائعين المتجولين اللي مرات أنا بشعر معاهم إنه بكون في انتقاد لهم كبير، لأنه بعضهم بتجاوز حدوده، إن كان بيغلق شارع، إن كان بالتضييق على المرة، لكن معظمهم ما بقدر أقول كلهم ولا أعمم، معظمهم بكون يعني يسعى لرزقه ورزق عياله، فالله يكون في عونهم. يعني القصة مش سهلة إنه بس تقول له روح من هون أو ينبسطك، ممكن أنت هيك بهذه الحركة على بساطتها وعلى قانونيتها إنك تقطع رزقه. ربنا يرزق الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المشاة، حقوق المارة، حقوق الناس، حق الشارع علينا، فلازم واحد يطلع بعينتين. في نهاية برنامجنا وحلقتنا من برنامج عبكير بجدد شكري وتحياتي لشركاء النجاح معنا، إن كان جوال الشبكة الأولى في فلسطين أو شركة تكنو للجوالات والأجهزة وأجهزة الموبايل، وكمان أصدقائنا في موكا في عتيل ومعرض مفروشات أبو صلاح. برنامج عبكير دائما كان وسيكون وسيبقى إن شاء الله عينكم على نابلس، على طول كرم، على مدن أخرى بقدر المستطاع، وصوتكم اللي من خلاله ممكن توجهوا رسائلكم لكل المسؤولين والمستمعين. في النهاية هذه تحياتي، كنت معكم من أمام الميكروفون أنا نبيل شاهين، وتحيات زميلتي بالعمل ورفقتي رغد إسماعيل وإنعام جابر. دمتم بحفظ الله ورعايته، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.